أنا لما بحتار بالوصفات بروح بدور بالوصفات الشامية، بس إني ألاقي 3 طبخات بطبخة لا هيك كتير. بصراحة أول مرة بجربها وطلعت يا جماعة فوق توقعاتي. اسمها المشمشية، بس أكيد ما فيها مشمش. وليش اسمها المشمشية؟ هذا الشيء اللي حيكتبوا لنا إياه السوريين بالتعليقات. مثل العادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو أنتم عم تحضروا بالفيديو، اللايك كتير مهم. خذ الفيديو مشاركة على صفحاتكم لحتى ترجعوا له وقت تحتاجوه. نقول بسم الله ونبدأ. في البداية رفعت طنجرتي على النار وضفت 3-4 معالق من الزيت النباتي، وبضيف ورق لورا حبهان حب وفلفل أسود حب، بشوحهم شوي سوا. بعد هيك رح أضيف ما يقارب نص كيلو من اللحمة راس عصفور، أكتر شوي أقل شوي يعني على هوا عيلتكم الله يبارك. شوحتهم شوي سوا. بعد هيك بضيف لهم ما يقارب لتر واحد من المي السخنة. بعد هيك بغطي الطنجرة وبترك اللحمة لتستوي معنا كامل السوا. وأكيد بتقدروا تستخدموا أي نوع لحمة أنتم بتحبوه بتفضلوه، سواء كان عجل أو خروف. بصفيها من المرقة. بعد هيك بحطها بطنجرة مع إضافة 3-4 معالق من الزيت النباتي، بشوحها شوي. بعد هيك رح أضيف نص كيلو من الفول الحب. أنا مستخدمة فول فروزن. هلأ أنا ما عندي أي معلومة إذا بصير نستخدم الفول بقشره، أكيد هذا الشيء وأي معلومات إضافية رح يكتبوا لنا إياها السوريين بالتعليقات. اعذروني أنا أول مرة بجربها. بتركهم ليستووا شوي. بعد هيك رح أكون محضرة كبة. أنا الكبة سبق وحضرتها معاكم على الصفحة، نزلتها من شي يومين، فيكم تشوفوا الطريقة، وإذا بدكم طريقتها اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. قليتها عادي جدا لأخذت معي لون أشقر جميل، وبشيلها على جنب. عندي هون 1 كيلو من اللبن الزبادي، بضيف له معلقتين كبار من النشا ونص كوب من المي. رح أدمج كل المكونات مع بعض على البارد. بعد هيك رح أرفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك، وما بشيل إيدي من اللبن أبدا لحتى اللبن ما يفرط معنا. أكيد درجة حرارة الغاز هون بتكون عندي على المتوسط، ما تخلوها على أعلى درجة حرارة ولا على أهدى درجة حرارة. لا يوصل عندي اللبن مرحلة الغليان مباشرة رح أضيف 2 كوب ونص من مرقة سلق اللحمة اللي سلقنا فيها اللحمة بالبداية. رح أحركهم شوي سوا. مباشرة رح أضيف كمية الفول واللحمة اللي قلبناهم مع بعض. هون طبعا الفول لازم يكون مستوي معاكي كامل السوا. نزلته على اللبن بالإضافة لمكعب مرقة الدجاج، وبضبط الملح. وكيف ما شفتوا هالأكلة ما بنضاف لها ولا أي نوع بهارات أبدا. ممكن تضيفوا رشة فلفل أبيض إذا بتحبوا. نزلت حبات الكبة، وكيف ما شفتوا ضفت كم من حبة للناس الموجودة عندي. الكبة ما بتنضاف على طول باللبن وبتنترك، يعني وقت التقديم بس بتضيفي حبات الكبة. قدحت نص راس من الثوم مع معلقتين من الزيت النباتي ونص باقة من الكزبرة الخضراء. رح أضيفهم على اللبن، بغليهم غلوتين بس مش أكتر من هيك. وهيك بقدر أقول لكم استمتعوا يا جماعة بأطيب مشمشية ممكن تكونوا جربتوها بحياتكم. مثل العادة لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني هتجربوها أو لا.